نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي. صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه، وأمر الأملاك أيضا بالصلاة عليه زائدا بذلك علاه. ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أطابا، فقمت قائلا مع امتثال أمر جميل جل عن مثالي، يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا. إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمه. يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، عدد معلومات ربنا العليم، يا من به وهبت لي خير علوم. وصل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهو آية الإله الكبرى، وهو الذي ساق لغير الجبرى. وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العالمي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من يقود لمصل مر عليه عشرا قد تنير بره، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي القدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا، صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه، يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن. نعم شفيع من عليه مئة صلى احتوى ألفا تفوق فئة، وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وشفقة، وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى. يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألم، ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات، ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب. وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد، يا من على يا من كتابك العزيز صلبا لي ولي عداك طرا غلبا، وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممري والديور، وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال. وصل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من جعلت صلوات نامية عني مسافة السلوك طاوية، ولي أمداحي جعلتك جهاد كل مجاهد هديت ذا اجتهاد، ولي جعلت جملة الشهور
لي شواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا. صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وقد لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما. إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع. وقد بشارات تدوم أبدا مني إلى الصحاب يا من عبدا. والتجز أهل بدر الكرام عني خيرا قد لي المراما. والتجز عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا. ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما. واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون. يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم. واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم. ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع. واجعل تواليفي مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي. أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أتبت للزمن. لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور. وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم. وحركاتي جعلا والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر. وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعثت ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لوم. وعن يجد المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق. وعن يجد أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة حمدا. وعن يجد آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنر بي لحبه. وعن يجد جندك الكرام خيرا كثيرا قدت للمراما. وعن يجد الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتزد بالأكملين. وعن يجد والدي وجميع من سره بشري خيورا يا سميع. وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمه. واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وذد من حسدوا. واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن در ذي تعرف. واصرف قلوب المشركين لسوى در الذين أحسنوا معا سوا. واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر. وصلي الله صلاة تذهب مع ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يفضي السرور. على نبيك وعبدك الرسول من ليقاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل بجاهه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك. واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له سرت الخديم. واجعل به خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا. واجعل كتابتي لديك باقيات
وصالحات لا تزال ناميات واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا والداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوى كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن علا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمه يا من فؤادي ويدي قد جعل ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد سرت بشر القوم بلا أذى ولا لغى ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقدت لي في جملة العادات فوق منى عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي قدت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة مع سلام لا انتهاء لها على من قدت لي ما يشتهى بجاهه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجده عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظ كن واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجز أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناشح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لسش يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أنستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان ولي أطبت النفس كالجنان يا خير من إليه تمتد يد لانقاد منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من له الخلق معا يا من علا صل صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به سددت لي لساني وقدتني لك مع الحسان يا من به نورت لي جناني وقدت لي زادا إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجد به عني والدي يا من به أمري رممت طيا
واجعل حياتي له سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتصر واجعل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة واجعل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك قد سميا صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من به لي قضيت أربي وقدت لي به لسان العرب وقد له حلاوة وقوتا يا من بلفظي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلتك دماء من معه قد شهدوا من قدماء إذ صلواتي جعلت طاوية عن المسير لرضاك حاوية به وأخجلت السيوف والرماح بما به مدحته يا ذا السماح إلي قدت بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبتا نفعا بلا در ولي غلبتا وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد عني على من لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسق لغير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسد واجعل عقائدي وقولي والعمل خيرا مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليأت بي هب لي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من محى توجه الحساب لي أبدا وسرت ذا احتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصراف عن المبيع منك ذا اغتراف وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سر لك شكوري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يحشي يا قائدا لي المنى يا محشي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل ولتسلم سرمدا عني على خير البرايا أحمدا وآله وصحبه وهب لي سرا به يغبطني من قبليا وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عشمة كل من شقى ولوم واصرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العلم سيدنا محمد والآل
وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد أنزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة واجعل به بعد صلاة وسلام عليه خطي جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي به خير ظروف يا خير من ناداه عبد بحروف واجعل حروفي معجزات أخرت وخير خيرات لديك ادخرت وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب ولي صف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي السعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي سنت لي مختاري فسرمدا عني صل بسلام عليه في الآل مع الصحب سلام وصل يا عليم أفضل صلاة مع سلامك على كافي القلا مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا خبير أنفع صلاة على الذي بخدمتي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل قراتيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تصر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير خليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي اليوم خوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم والتقن السخط والغرور في كل شيء واكفني الغرورا وليهب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى غير رضاك ولتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهته مع ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم إني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يا الله صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا وآله وصحبه وكونه لي غرضي بلا أذى يكون وصل يا رحمن ولتسلم على الذي بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل
واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامحو انتحى ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذى يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صل ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمدا وآله وصحبه وعلم قلبي بجاهه وكلي سلم واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد به لكلكلي وقلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاؤه العدا عن سانئ وضرهم يا واهب الإحسان صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصل يا رحمن ولتسلم على الذي به كشفت ظلمي كما به محوت ظلمي والحجاب وجدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف قلوب من قلوني لسواء ما ساءني يا من كفانيهم سواء وعيش الشيطان والقبيل مني وهب للعلم والقبول واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيمه هب لي تعظيم جميع حرمات الله واكفني الشقى والندمات واجز جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل واجد الصحابة خيورا عني مع الملائك معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضاء عليهم عنهم وقد للغرضاء قد لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بجاهه لغيري كلما يجر لي شقاوة أو ظلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرد رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم وصل يا رحمن ولتسلم على البشير والنظير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وصل يا رحيم ولتسلم على الذي تقديمه قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه الشهور والسنين لي شواهد ورد لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسان وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هادية هداية للعقلاء بادية واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوق رضا عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا
سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهب له مراده بغير رهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغم ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام عني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا صل صلاة تجذب المكارم لخلقي تزحزح المحارم إلى سوى قلبي وقالبي معا على الذي خير المذايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عدا ولي طيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبا بالغفر على الذي أورثني الكتاب به وعني زهزح العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نظمي أبا سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب رب منك رحمة ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدر يجعل رب منبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بوذود ومجيد سميا صل صلاة تجلب الوداد لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولي ينير سوقا على الذي خدمته قد زحزحت لغيرنا شقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت مطيا لي قدت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افترا وكذبا يا من كفاني الشقا والحسدا ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد مع ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارضى عن الصحب بكن ولتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك
يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وصفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسل في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يصفو ربيع الأول صل صلاة لا تزال صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يسوبه قدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا للذكر كالمثاني يا من به طاب ربيع الثاني صل صلاة لا تزال راصدة كل معاد للجنان قاصدة مع سلام طارد كل حسود طرد الصحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأشقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جماد الأولى صل صلاة لا تزال راقية نامية مشكورة وباقية مع سلام خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وامح توجه الأذى لي أبدا بجاهه يا من به قد عبدا واجعل مكاتبي لديك حسنا وعندك جعلني خديما أسنا وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانئة ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بشارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بالثناء خليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مصرمدا يا من له من امتداح أحمدا صل صلاة بسلام لا انتهاء له على من قاد لي ما يشتهى في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل صلاة بسلام شيعت وبركات ناميات رفعت على نبي الله بهجة الرجال وزينة النساء من محل مجال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي ما محات قولا
وقدت لي منك ربيع الأول صل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا للذكر والمثانيا وقدت لي منك ربيع الثانيا صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه سلام وبشرا بذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي كرما تجليلا وقدت لي منك جماد الأولى صل صلاة تطرد الأعداء لغير نحوي وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويذهب الحكام كالأقيال إلى سوى نحوي بلا لقاء ولا مدارات ذوي الشقاء على النبي والرسول العالمي من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زحزح العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي يا من يقود لي من اللوح العجب يا قائدا لي منافع رجب صل صلاة قد صفت من اللغى على نبي الله نور البلغاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا ولتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زهزه الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صل صلاة لي تخلد ولن تنفي العدا معا بسر وعلن إلى سوى ذاتي تؤيس المريد مني ومما اخترته لي يا مريد مع سلام ما له تناهي على نبي آمر وناهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف يأته لي جنة عن العدا وجنة للجنة يا من وابتلي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاخترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في صوالي صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأذمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كلي للورى شفاء على الذي كوني خضيمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له سكري من ذي القعدة صل صلاة لتطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا معطي التحديث
على الذي طيبت نفسي كما وهبت لي به الهدى والحكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الذي يريد كل ما يسوءني لغير ضري معلما ولا توجه لجهات الظلمة وسق لغيري حاسدي وألمه يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يخمد ولي يقود كل خير يحمد على الذي إخدامه لي قاد من قاد غيري له فانقاد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل حروفي بأفضل البشر في أبد له رضا أعلى بشر يا من وهبت للشهور بشرى لي أطبتها معا والعشرى لي قدت من جلا وما تكمنا ولي بدل البشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لا تزال ساطعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سميا صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يشرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي خدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل لياد واجعل حياتي به خير أياد واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع قلام قادها ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري تصون عن اللغى يا من له تحصين مع سلام يصلح الأوصال ينير للغدو والآصال على الذي قد زحزح الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العدا لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا صل صلاة تخلد الصلاح
لي للجنان تثبت الفلاح على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يشرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والضيور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما ساءني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا